السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي متابعيني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك. وطبعا زي ما انتم شايفين كده الدنيا زحمة جدا. الناس متكدسة على الكورنيش، وفي الشوارع الجانبية وفي المطاعم والمحلات والعربيات زي ما انتم شايفين كده برضو زحمة. الشواطئ زحمة، الكافيتريات، كل حاجة كانت زحمة جدا جدا في العيد ده. طبعا اللي مساعدهم ان الجو حلو قوي ما شاء الله، لا منه حر ولا منه شتاء، فالجو معتدل جدا. عايزه اقول لكم بجد المكان اللي هتروحوه هيعجبكم، هتروحوه على الحس ان شاء الله وهيعجبكم. هو ملاهي وردة العصافرة. طبعا هتنزلي في العصافرة تقولي له عند كبدة الفلاح لو انتي جاية من ناحية المنشية، او حتى جاية من المنتزه. هينزلك كبدة الفلاح. كبدة الفلاح ده اللي هو الشهرة، لكن المكان هو مجمع كافيهات. الكافيهات اللي موجودة فيه والمطاعم كلها كافيهات معروفة. بعديها على طول بعد المجمع ده الملاهي بقى، اللي هي دي الملاهي بتاعت وردة العصافرة. مجمع الكافيهات ده اللي موجود على الكورنيش. موجود فيه من حاجات المحلات المعروفة يعني. أشهرهم بقى كبدة الفلاح وكشري الهرم وحضرموت. يعني هتلاقوا كل اللي انتوا عايزينه هناك يعني. الفسحة هتكون كاملة. كمان دي الأسعار زي ما انتوا شايفين، الأسعار رخيصة جدا. طبعا في ظل الأماكن اللي بنروحها والأسعار اللي بنشوفها دي أرخص حاجة. الالعاب حلوه قوي يعني الكل مناسبه لكل الاعمار. المكان مش واسع، مش كبير قوي ومش صغير، لكن هو لامم مجموعه العاب حلوه مسليه للاطفال، ومكانه كمان عشان هو قريب من البحر فمكانه حلو قوي. كل الناس بتروح له عشان مواصلاته سهله، ولو هتروحي هتنبسطي ان شاء الله. وده كان فيديو النهاردة، ويا رب يعجبكم الفيديو وتستمتعوا معانا بالملاهي الجميلة دي وتروحوها وتجربوها. حتى في الأيام العادية هي بتبقى هادية شوية، بس بتبقى برضو حلوة، مشغلين كل الألعاب. هي بالنسبة للملاهي المعمورة فلا، طبعا ملاهي المعمورة أحلى، لكن هي في وسط البلد ومش مكلفة. أسعارها مختلفة طبعا عن أسعار المعمورة. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في لايك وشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وطبعا تدوسوا عند علامة الكل عشان الاشعارات توصلكم كل ما انزل فيديو جديد. وتعليق حلو منكم. اقول لكم بقى مع السلامة، كل سنة وانتم طيبين. انا عايز اجري.